في بادرة لاقت استحسانا كبيرا من الرياضيين والصحفيين، احتفت الهيئة الإدارية لنادي النجدة بالإعلامي الرياضي حسام حسن بمناسبة إيقاد الشمعة 12 لبرنامجه الرياضي المعروف استوديو الرياضة، والذي يبث من على شاشة الحرة عراق. بادرت الهيئة الإدارية لنادي النجدة الرياضي بالاحتفاء بالإعلامي الكبير حسام حسن وبرنامجه الرائع الذي يمر الذكرى السنوية 12، برنامج استوديو الرياضة على قناة الحرة عراق. واليوم نحتفي بحضور كافة الأساتذة والأخوة الكرام من إعلاميين كبار ومن أكاديميين ومن رؤساء الاتحادات الذين شرفونا بحضورهم. نادي النجدة قد يكون سباق، ذكر واحد من المبدعين العراقيين حقيقة. حسام حسن واحد من العراقيين الذي أبهر الجميع بإعداده وبتقديمه وببرنامجه. لذلك المبادرة اللي عملها نادي النجدة أنا أتصورها بالرغم من بساطتها لكنها كبيرة عندما تذكر هكذا مبدع، عندما تتذكر هكذا إعلامي متميز في وسط الآن أنا أعتبره وسط كله دخان، وسط كله تقاطعات. مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة للإعلامي الرياضي حسام حسن، وهو يشاهد هذا الجمع الكبير من زملائه الإعلاميين والرياضيين، وهم يحتفون بنجاحه في تقديم رسالته الإعلامية بحيادية ومهنية عاليتين. مو غريبة على يعني اخوتنا الرياضيين، اخوتنا المسؤولين بالاندية. يعني هذا هو سر العلاقة الطيبة بين الاعلام وبين الوسط الرياضي، هذا انعكاس لما نقدمه احنا، ويعني شفت بها نوع من الوفاء للاعلام الرياضي لما قدمناه طوال السنين الماضية. كانت احتفالية رغم بساطتها جميلة ومعبرة، وأنا تفاجأت بها بصراحة. يعني احتضان النجوم الرياضيين والإعلاميين في مثل هكذا مبادرات يسهم بشكل أكيد في دفع عجلة الحركة الرياضية إلى الأمام، ويعزز من رصانة العلاقة الأخوية بين جميع الرياضيين. من بغداد، محمد الخفاجي، المدى.